ورجعنا لكم تاني في فيديو جمدان من مستر غلبان. يلا بينا نسمع حكايه الانمي بتاعنا النهارده، واللي بتبتدي في عالم الساموراي. بنشوف قتال كبير بين عدد كبير جدا من الساموراي ضد ساموراي واحد ومسميينه هيتو كيري. وهيتو كيري ده بيهزم كل الساموراي لوحده، والقتال ده بيكون السبب في انهم يسموا بطلنا هيتو القاتل الاسطوري. فبنروح لهيتو وهو ماشي، وبتقابله بنت كده اسمها كارو، وبتهجم عليه بالسيف بتاعها الخشب علشان مفكره القاتل اللي بيقتل كل الناس. بس هيتو بيتفادى كل ضرباتها، بيقول لها انا واحد بزور كل البلاد ولسه واصل البلد دي حالا، اكيد يعني ما قتلتش حد. فبتقول له لو مش انت القاتل الحقيقي ليه شايل سيف حقيقي؟ وهنا في البلد دي ممنوع شيل السيوف الحقيقيه. فبيقول لها ده سيف تلمان، مش حد يعني وما بيقتلش اي حد. ففعلا بتاخد منه السيف علشان تتاكد من كلامه، وفعلا بتلاقي السيف تلمان ونضيف كمان ولسه جديد زيرو. وبعدها بنسمع صوت الشرطه وبتجري عليهم عشان مفكراهم مسكوا القاتل. وبعدها بنشوف القاتل وبيكون جسمه ضخم جدا وهو بيقاتل الشرطه، وبيكون قتل عدد كبير جدا منهم. وبتجري كارو عليه وبتهجم عليه، لكن القاتل بيصد السيف بتاعها وبيضربها وبيعورها في ايديها كمان، وبيهجم عليها تاني علشان يقتلها. لكن في اللحظه دي هيتو بيتدخل وبيشيلها من بعيد، ولسه القاتل هيهجم عليهم تاني، بس اول ما بيشوف الشرطه هم حواليه بيجري ويهرب. وكارو لسه هتجري وراه، فبيقوم شايلها هيتو ومنحها علشان ما تجريش وراه وهي متعوره وتموت. وطبعا كلنا عارفين ان كل عيله من الساموراي لهم اسلوب قتال خاص بيهم، علشان كده هيتو بيقول للبنت ان القاتل ده قال اسم اسلوب قتال السيف، فسهل جدا ان احنا نلاقيه. لكن بيتصدم جدا لما البنت بتقول له ان الاسلوب ده اللي قالك عليه هو اسلوب العيله بتاعتي. هو بيرتكب الجرائم دي كلها عشان يلبسها في العيله بتاعتي، وبياخدها وبيهرب قبل ما الشرطه تمسكهم وتحقق معاهم. فبعدها بيروحوا مدرسه دوجو بتاعت البنت علشان تعالج نفسها هناك. فبتقول لهيتو انهم مدرسه صغيره وكان فيها حوالي 10 طلاب، لكن اول ما القاتل ده ظهر بدا ياخد اسم عيلتنا. كل التلاميذ سابوا المدرسه، ومن ساعتها ما عادش فيه تلاميذ بيجوا خالص، وكمان انا لازم اقضي عليه عشان ترجع سمعه عيلتنا تاني والتلاميذ يرجعوا المدرسه. فبيقول لها عندك حق فعلا، بس مش معنى كده انك تفضلي تدوري عليه طول الليل، وكمان هو اقوى منك بكتير وانت اكيد عارفه كده، وفخر عيلتك ده مش هيكون اهم بكتير من حياتك. فبتتضايق وبتقعد تعيط، وبتقول له ان عيله السيف بتاعنا دي العيله اللي عملها ابويا وفي وقت قصير جدا، وانت واحد بتنقل لكذا بلد وما تعرفش اهميه العيله، فاكيد مش هتفهمني. فبيقول لها انت اصلا متعوره ومش هتعرفي تحاربيه، فخليكي قاعده هنا احسن، وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بتمشي كارو في البلد، بتلاقي الشرطه وهي ماسكه هيتو، وبتعرف انهم قبضوا عليه عشان معاه سيف حقيقي وماشي بيه في الشارع، ومش راضيين يسيبوه. لكن الخادم بتاع كارو ادالهم فلوس عشان يسيبوه، وبيسيبوه فعلا. وبتساله انت لسه في البلد ليه وما مشيتش ليه لحد دلوقتي؟ فما بيردش عليها، وبيقول لها عملت ايه في موضوع القتل بتاعك ده؟ فبتقول له انا عندي كذا معلومه بالدليل بتاعها، هتعرفني مين القاتل ده، وان في مدرسه دوجو في البلد اللي جنبها، ودي مدرسه مشهوره جدا، بس دلوقتي بقى مكان للعب القمار، وكمان بقى مليان عصابات كتير، وفي ساموراي كبير ومشهور مسيطر على المدرسه. الكلام ده كله حصل من شهرين. وبيقول لها ان الساموراي ده جسمه ضخم وطوله اكتر من مترين، وده دليل كبير جدا عشان جرائم القتل دي ظهرت من شهرين ومن نفس مواصفات الساموراي ده. والخادم بيسيبها وبيمشي اول ما بتجيب سيره القاتل، لكن هيتو بيسالها عن معرفتها بالخادم بتاعها، فبتقول له ان الخادم ليها، وان اول ما ابوها مات لقيته نايم في الشارع فخدته يعيش معاها. فبيسالها انت عرفت الماضي بتاعه؟ فبتقول له لا ما سالتوش خالص. وبتقول له ما تيجي تبات معانا في البيت بتاعي، وانت اكيد مش معاك فلوس عشان تبات بره. فبيرفض وبيقول لها ورايا شغل كتير ولازم اخلصه، وبعد كده بيسيبها وبيمشي. لكنها بتوقفه وبتشكره على انقاذها، لكنه ما بيصدقش انها بتشكره، لدرجه انه قرب منها عشان يشوف هي تعبانه ولا لا. بعدها بيمشي وبيروح مدرسه الدوجو اللي في البلد اللي جنبيهم. بتخرج العصابه كلها وبتحاصره من كل حته، وفي نفس الوقت الخادم ده بيكون مع كارو في المدرسه. بيقول لها انا معايا كل الاوراق المطلوبه لان المدرسه دي باسمي انا، وكل اللي ناقص امضتك الجميله. بيدخل عليهم القاتل ومجموعه من العصابه، والخادم بيقول لها ان القاتل ده اخويا الصغير. وبيقول لها انا كنت عايز اخد المدرسه دي بشكل شرعي، لكن اول ما انت عرفتي اسم القاتل ما قدرتش اكمل كده. وخطه الراجل العجوز الطيب دي خلاص خلصت. كمان خطه ان احنا نستعمل اسم هيتو القاتل الاسطوري اللي شكله مش موجود اصلا نجحت هي كمان. وبتمسك كارو السيف الخشب بتاعها وبتهجم على القاتل، لكنه بيصد السيف بتاعها بايده، ومش بس كده ده بيكسره كمان بضربه واحده من ايده. وبتتصدم كارو لدرجه انها بتستسلم خالص، والقاتل ده بيشيلها وبيطلع السكينه وبيفتح صباحها وبيمضي الورق اللي معاه بدمها. بس ما بيلحقوش يفرحوا، وبيدخل عليهم واحد من العصابه بتاعتهم وبيكون وراه هيتو، وبيقول لهم ان هيتو ده قوي جدا، وبعدها بيقع على الارض. وبنروح نشوف ان هيتو ده هزم كل العصابه اللي كانوا في مدرسه الدوجو. والقاتل بيطلب من جنوده انهم يهجموا على هيتو، لكن هيتو بيهزمهم كلهم. بيتصدموا كلهم من سرعته وقوته، وبيتصدموا اكتر لما بيعرفوا ان القاتل الاسطوري ده هو هيتو اللي واقف قدامهم ده. بعدها بيرمي القاتل ده كارو وبيهجم على هيتو، ولسه يضربه بالسيف بيلاقي اختفى، بيكون هو فوق دماغه اصلا، وبيضربه ضربه واحده بس من قوتها بتلزقه في قلب الارض. وبيخاف الخادم جدا منه لدرجه انه بيعملها على نفسه وبيغمى عليه، وبيقطع الورق من الخادم وبيودع كارو وبيسيبها وبيمشي. لكنها بتجري وراه وبتقول له خليك معايا هنا ما تسيبنيش، انا مش هعرف ارجع المدرسه تاني لوحدي. لكنه بيقول لها متاكده من كلامك ده؟ انا لو فضلت موجود مش هتعرفي تبرئي اسم عيلتك. فبتقول له انا ماليش دعوه بالماضي بتاعك. فبتقول له لو هتمشي على الاقل قول لي اسمي الحقيقي. وبيفضل هيتو معاها وما بيسيبهاش، وبيقول لها الاسم اللي هيعيش بيه دلوقتي هو هيمورا. وتاني يوم كارو بتستنى التلاميذ انها ترجع
ترجع المدرسه بتاعتها تاني، لكن مفيش تلميذ بيعبرها وبتروح تتكلم مع هيتو وبتلاقيه بيغسل هدومه وبيقول لها ان التلاميذ صعب يرجعوا تاني. كارو بتتصدم لما تعرف ان هيتو عنده 28 سنه علشان شكله صغير قوي ما يديش على ال 28. وبنشوف هيتو وكارو وهم رايحين يدربوا في مدرسه جديده، وهم ماشيين بيخبط طفل صغير في هيتو وبيسرق محفظته، لكن كارو بتمسكه من قفاه وبتاخد المحفظه من الطفل، والطفل ده بيقول لها سيبيني يا معفنه، فبتتضايق عليه وبتقول له انا معفنه؟ انا يا ابني ده الناس كلها مسمياني جميله السيف من كتر حلاوتي يا حبيبي. لكن هيتو بيقول لها اعمل ايه قدام المحفظه؟ اتسرقت وخلاص، وبياخد المحفظه وبيديها للطفل وبيسيبه وبيمشي، لكن الطفل بيتضايق وبيرمي عليه المحفظه وبعدها بيجري. وبتروح كارو تتدرب وبتطلب من هيتو انه يروح السوق يشتري حاجات، وهي واقفه بيقف قدامها عربيه بحنطور وبيكون فيها ياماغاتا، وده ضابط من المركز الرئيسي، وبيسالها على مكان اسم الشرطه، وبتعرف ان ياما ده بيدور على هيتو. وبنشوف بعدها الطفل وهو بيتثبت على الطريق وفي اتنين واقفين يثبتوه وعايزين منه الفلوس، لكن هو معهوش فلوس، علشان كده واحد منهم ضربه وبيقول له لو ما جبتش الفلوس على بالليل هقتلك، وبعد كده بيسيبوه ويمشوا. وبنشوف كارو تاني وهي ماشيه بتلاقي ناس كتير بتجري، وبتسال واحد من الناس اللي بيجروا دول انتوا بتجروا ليه، فبتعرف منه ان الشرطه بتجري ورا هيتو. فعلا بنشوف الشرطه وهي بتحاصر هيتو، وكمان بنشوف الطفل وهو بيتفرج عليهم، وبيدخل عليهم فرقه تانيه من الشرطه بس المره دي معاها سيوف حقيقيه، والظابط بيشكر العساكر عشان مسكوا هيتو وبيطلب منهم انهم يمشوا ويسيبوه الباقي ليهم، لكن في عسكري منهم بيقول له ان هيتو ده مش ناوي يمسك سيفه خالص، يعني ما هوش شخص شرير، لكن الظابط بيضربه بسيفه وبيقول له ازاي عسكري زيك يكلمني انا كده، وبيمسك سيفه وبيحطه قدام هيتو بيقول له ما تمسك سيفك كده وتوريني نفسك يا عم الامور، لكن هيتو بيرفض يمسك سيفه وبيقول له انا مش ماسكه كده عشان اتفشخر بمهاراتي بيه، لكن كارو بتدخل عليهم بس الظابط بيقطع الشنطه اللي لابساها وبيقول لهيتو المره الجايه هنقطع هدومها لو ما مسكتش سيفك، بس الناس بتعصب على الظباط دول عشان بيستغلوا ردتهم غلط، بس الظابط الحقير ده بيطلب من جنوده انهم يقبضوا على الناس، فبيتضايق هيتو جدا وبيمسك سيفه وبيواجه الظابط، وبنروح نشوف ياما هو قاعد في القسم وبيتكلم مع المأمور، وبيعرفوا ان هيتو ده اللي بيدور عليه طلع واحد مزيف، وبيقول له ان هيتو الحقيقي ظابط في الجيش الامبراطوري وكان بيقتل لمصلحه الامبراطوريه مش لمصلحته الشخصيه يعني. والمأمور بيقول له احنا رحنا القسم الصبح لقينا المجرمين دول متكتفين وقاعدين قدام القسم، ولما حققنا معاهم عرفنا منهم ان هيتو الحقيقي هو اللي قبض عليهم، وبيدخل عليهم عسكري وبيقول لهم عندنا مشكله كبيره، وبيعرفوا منه ان الضباط اللي معاهم سيوف حقيقيه عاملين مشكله، فبيتصدم ياماغاتا علشان اول مره يسمع ان ضابط شرطه بيمسك سيف، فبيقول له المأمور ان دي فرقه جديده اتعينت من المقر الرئيسي بس هم مشاغبين شويه ومش عارفين نتعامل معاهم خالص. يسأل المأمور العسكري ايه اللي حصل المره دي، فبيقول له اللي حصل انهم اتهزموا كلهم على يد شخص واحد بس، فبيتصدم المأمور جدا عشان المفروض ان الضباط دول امهر واشطر ضباط في البلد، فبيسألوا شكل الشخص اللي هزمهم ده عامل ازاي، فبيوصفوا له شكله وبيسمعهم ياماغاتا وبيعرف من مواصفاتهم ان الشخص ده هو هيتو الحقيقي، وبنرجع نشوف هيتو وهو هازم كل جنود الشرطه عمال يهزم فيهم واحد ورا التاني، بيشوفهم ياماغاتا والمأمور، فبيهزم هيتو القائد بتاع الضباط بسهوله والناس بتنبهر بيه وبيتجمعوا حواليه. ياماغاتا بيتكلم مع هيتو وبيقول له انا بقالي 10 سنين بدور عليه، بنعرف ان ياماغاتا ده كان قائد اقوى جيش ايام الثوره، وبيقول له انا معايا عربيه واخدك ونروح نقابل المحاربين اللي مستنيينك، لكن هيتو بيرفض انه يروح معاه وبيسيبه ويمشي. وبنشوف الطفل وهو بيفكر في هيتو وكلامه وهو ماشي بيلاقي محفظه ست عجوزه واقعه منها وبياخدها معاه، وبعدها بنشوفه وهو واقف عند البحيره والاتنين اللي بيثبتوه جايين عليه وعايزين منه الفلوس، لكن بيقول لهم ما معيش فلوس وانا زهقت من السرقه وهبعد عنكم اصلا وهقطع علاقتي بيكم، فبيتعصب عليه واحد منهم وبيقعد يضرب فيه بالعصايه، لكنه مش بيستسلم وبيقول له ما عدتش هسرق تاني، فبيتعصب عليه اكتر وبيضربه خبطه من قوتها بيغمى على الطفل. وبنشوف كارو وهي مخلصه تدريب وماشيه، وهي ماشيه بتشوف الاتنين دول وهم شايلين الطفل وماشيين بيه وبياخدوا الطفل لمقر العصابه بتاعتهم، والزعيم بتاعهم قاعد ياكل وبيقول للطفل سيبك من كلام الساموراي بتاعك ده من كرامتك اللي ما بتاكلش عيش وخليك حرامي زي ما انت علشان تعرف تعيش، لكن الطفل بيتف في وشه وبيقول له انا ما عدتش هسرق تاني، بيتعصبوا عليه العصابه وبيقعدوا يضربوا فيه، وفي واحد منهم بيستفزه وبيغلط في اهله فبيتضايق الطفل عليه وبيعضه، فبيتعصب عليه جدا وبيطلع سيفه ولسه هيضربه، لكن هيتو بيدخل عليهم وبيكسر الباب على دماغه وبيتصدموا كلهم اول ما بيشوفوا هيتو، والزعيم بينده على جنوده اللي بره عشان يمسكوه، لكن هيتو بيقول له ما تندهش عليهم هم اصلا ما رضوش يدخلوني فضربتهم كلهم، وبيقول له انا جيت اخد الطفل وهمشي. هو بيتكلم معاهم بيقف الشخص اللي هو على دماغه الباب ولسه هيضربه بالسيف فبيخبطوا هيتو خبطه من قوتها بتلزقه في السقف، بيقول له انا بتكلم معاه مش عايز حد يقاطعني وانا بتكلم، وبتتصدم العصابه كلها من قوته، وبيقول للزعيم هتسيب الطفل بالادب ولا خليك تسيبه بقله الادب، وبيقول له شكلك هيبقى وحش لو العصابات كلها عرفت ان العصابه بتاعتك اتهزمت من شخص واحد، فبيخاف زعيم العصابه بيقول له خد الولد وامشي واعمل اللي انت عايزه، وهيتو بيقول للطفل معلش اتاخرت عليك علشان ما كنتش اعرف مكانك رحت عند كذا عصابه علشان الاقيك، بس الطفل بيتعصب عليه وبيقول له ما حدش طلب مساعده منك وانا الساموراي واقدر انقذ نفسي بنفسي، وبيشيلوا هيتو وبيمشي، لكن في واحد من العصابه بيتعصب وعايز يهجم عليه بس الزعيم بتاعهم بيوقفهم وبيقول لهم وهو خايف ما تقربوش منه علشان عنده عيون قاتل حقيقي مش شخص عادي، وبيتضايق الطفل جدا وبيقعد يعيط عشان هو ضعيف ومش قادر يحمي نفسه ونفسه يبقى اقوى بكتير، وبياخدوا هيتو وبيروح عند كارو وبيقول له كارو تبقى المعلمه بتاعتك من النهارده
النهارده. فبيتصدموا الاتنين وبيقعدوا يتخانقوا، وتاني يوم بيبداوا تدريب وبيتخانقوا برضه تاني، وبيجي عدد كبير من التلاميذ المدرسه علشان يتعلموا قتال السيف. لكن هيتو بيقول لهم لو جايين النهارده علشان تتعلموا قتال السيف اللي شفتوه امبارح فالمدرسه دي ما بتعلمهوش، وانا مش ناوي اخد التلاميذ ليه. اول ما بيسمعوا كلامه بيسيبوه وبيمشوا، وبتتضايق كارو عليه وبتقول لو ما كنتش مشيتهم امبارح كان زمان عندي طلبه كتير قوي بعلمهم. فبيقول لها مش بكتر الناس دول مش هيقدروا يستحملوا يكملوا معاكي، وبعدين الاحسن انك تعلمي واحد عايز يتعلم بجد احسن من 100 واحد جايين يهزروا ويلعبوا. وبيدخل عليهم الطفل وبيطلب من هيتو انه يعلمه اسلوب القتال بتاعه، لكن هيتو بيقول له انا مش ناوي اعلم حد الاسلوب القتال بتاعي. وبنشوف اتنين بيجروا وراهم ناس عايزين يضربوهم، وبنروح نشوف كارو وهي بتدور على الطفل ما بتلاقيهوش، وبتقعد تشتم فيه، لكن الطفل بيكون قاعد على سطح المدرسه، واول ما بيسمع شتيمتها بيرميها بالشبشب وبيقول لها انت مدرسه فاشله اصلا، والطلبه بتوعك سابوكوا وما رجعوش علشان زهقوا منك ومن تعليمك. فبتزعل كارو من كلامه، وبنعرف ان الاتنين اللي كانوا بيجروا من العصابه كانوا طلبه من طلاب كارو وبيكونوا مصابين، وبيدخلوا عليهم اتنين من العصابه اللي كانوا بيجروا وراهم وبيهجموا على كارو، لكنها بتضربهم هما الاتنين، والطفل بيتصدم من قوتها وبتسال طلابها هم بيجروا وراهم ليه. فبيقول لها واحنا ماشيين كده لقينا عصابه من السكرانين خاربين الدنيا وعاملين مشاكل، فمسكنا فيهم وضربناهم بس هم جابوا اصحابهم وجروا ورانا. بعدها بيجي عدد كبير منهم وبيهجموا على المدرسه باللي فيها، فبتدخل كارو والطلبه بتوعها المدرسه وبيقفلوا عليهم، بس الطفل بيقفش الطلبه بتوعها وبيقول لها انهم كدابين وانه شامم منهم ريحه السكرانين وهم اصلا اللي كانوا سكرانين، واتخانقوا مع العصابه ومسكوا فيهم، والعصابه بتجيب مدفع وبتضرب على مدرسه الدوجو، بيكسروا المدرسه وبيدخلوا عليهم، والطفل بيقول لهم خدوا الطلبه بس مش عايزينهم، لكن زعيم العصابه بيقول لهم هنضربهم وانتوا كمان معاهم عشان خبيتوهم مننا. لكن كارو بتطلب من زعيم العصابه انه يسيبهم وياخدها هي، وبتسيب السيف بتاعها وبتروح عند زعيم العصابه، ولسه الزعيم هيمسكها فبيتضايق الطفل جدا وبينط عليه وبيضربه بالرجل في دماغه. وفي اللحظه دي بيظهر هيتو وبيقول لهم انتوا كبرتوا الموضوع كده ليه، مش مستاهله كل ده يعني. فبيتعصب زعيم العصابه من كلامه وبيطلب من جنوده انهم يضربوه بالمدفع، وبيضربوه بالمدفع لكن هيتو بيستخدم سيفه وبيقطع القنبله لنصين بسرعه كبيره قوي، وبيتصدم زعيم العصابه من قوته وبيطلب من جنوده انهم ينسحبوا، وبيطلب هيتو من الطلبه انهم يمشوا وينسوا انهم كانوا تلاميذ في المدرسه دي. وكارو بتكون زعلانه عشان تلاميذها طلعوا بايظين وفاشلين، وبيدخل عليهم الطفل وبيقول لها ان انا موافق ان اكون تلميذك وانا عمري ما هكون تلميذ فاشل زي الاتنين دول، وبياخد السيف الخشب وبيبدا ينظف المكان. وبتفرح كارو من كلام الطفل جدا، وبنعرف ان اسم الطفل ده ميو جاين. وتاني يوم بنشوف ميو وهو بيتدرب بالسيف، وهيتو بيكسر الخشب بالسيف بتاعه، وبيتخانقوا مع بعض هما الاتنين، وبتخرج لهم كارو وهي فرحانه جدا علشان لقت رسمه حلوه من رسومات جدها ومفكره انها تبيعها وتجيب لها فلوس كتير قوي. فيروحوا ياكلوا اخيرا في مطعم، لما بيروحوا المطعم بيلاقوا ناس كتير سكرانين وعمالين يتخانقوا، وفجاه الناس اللي بيتخانقوا بيرموا ازازه على هيتو، وبيتعصب ميو جدا عليهم بيقول لهم لازم تعتذروا، والبنت اللي شغاله في المطعم بتحاول تهديهم لكن واحد منهم بيتعصب عليها وبيضربها، وبيدخل واحد اسمه زانزا وبيمسكها قبل ما تقع وبيقعد يتكلم معاهم وبيستفزهم اكتر، وبيخرجوا بره المطعم كلهم عشان يتخانقوا والناس كلها بتتفرج عليهم. بيطلب منهم زانزا انهم يبداوا الاول ويبداوا الضرب فيه، بيدخل عليه واحد وبيكون مخبي سلاح في ايده وبيضربه في وشه، بس المفاجاه ان اللي ضرب بالسلاح هو اللي اتعور والتاني اللي ضربه ما حصلوش حاجه، وكلهم بيتصدموا ازاي ده حصل. فبيستفزهم اكتر وبيقول لهم انه هيهزمهم بصابع واحد، وفعلا بيضربوا بصابع واحد وبيطيروا وكلهم بيتصدموا من قوته. وفي واحد تاني لسه هيسحب السكينه بتاعته بيلاقي هيتو واقف وراه، بيقولوا لو استخدمت السلاح ده انا هضطر اتدخل، ولو اتدخلت هزعلك جامد، وبيطلب منهم انهم يدفعوا الفاتوره ويمشوا، وفعلا بيعملوا كده وبيمشوا. وبعدها اللي شغاله في المطعم بتشكرهم، وزنزا بيطمن على هيتو بيقول له دماغك كويسه، فبيقول له اه كويسه دي كانت حاجه بسيطه. وبنعرف ان هيتو كان قاصد اصلا ان الازازه تيجي فيه علشان لو كان تفاداها كانت هتيجي في البنت وتتعور، وبيطلب هيتو انه يتحداه في معركه لكنه بيرفض طبعا. فبيقول له زنزا لو غيرت رايك يبقى قول لي، وبعدها بيسيبه وبيمشي، وبيكون مكتوب على هدومه كلمه شخص شرير. فبيتصدموا لما بيلاقوا مكتوب على هدومه كده، وبنشوف الخادم واخوه اول ما بيهربوا من السجن بيرجعوا عند الزنزا وبيطلبوا منه ان هو يهزم هيتو، واول ما الخادم بيقول له عن هيتو يبقى مين بيوافقوا على المهمه، وبيتحمس جامد ويمسك سلاحه وبيجري. وبنعرف ان زنزا قاتل مأجور قوي ومشهور، وبيحس هيتو بقوه زنزا قبل ما بيوصل، وبيمسك سلاحه وبيخرج، واول ما بيلاقيه بيقول له انا رفضت قبل كده قتلك، فبيقول له المره دي لازم نتقاتل علشان في واحد طلب مني ان انا اهزمك، وانا كواحد متأجر لازم انفذ مهمتي. وبيبقى عارف كل حاجه عن هيتو، وفي نفس الوقت بيكون الخادم واخوه بيراقبوا القتال، بيكونوا عارفين ان زنزا مش هيقدر يهزم هيتو، علشان كده الخادم اشترى مسدس وهيقتل بيه هيتو بعد ما زنزا يضعف قوته من القتال. وبنرجع لهيتو وهو مستغرب من افعال زنزا، وبيتعصب زنزا وبيصمم على القتال مع هيتو، وهيتو بيلاحظ ان الخادم واخوه مستخبين ورا البوابه، وبيتعصبوا الاتنين وبيطلبوا منهم انهم يخرجوا في نفس الوقت، وبياخد زنزا المسدس من الخادم وبيكسره بايده، وبيمشوا كلهم وبيروحوا يتقاتلوا في مكان جنب النهر، وبيطلع زنزا سلاحه اللي شبه السيف بس اكبر وتخين شويه، وبيطلع هيتو سيفه وبيهجم زنزا على هيتو بالسيف بتاعه لكنه بيتفادى ضرباته
بسيفه وبيضربه بسيفه ضربة واحدة بيطيره، لكن زنزة بيرجع تاني وبيمسك سلاحه وبيهجم زنزة على هيتو من تاني، لكن هيتو بيتفادى كل ضرباته وبيهجم عليه كذا ضربة ورا بعض وبيهزم زنزة وبيخليه على الأرض وكمان بينزل دم. وبيفتكر زنزة لما كان طفل صغير وكان مع جيش مكون من ناس معينة، لكن الصدمة لما الحكومة قررت إن الجيش بتاعهم مش رسمي وطلبوا من الجيوش التانية إنهم يقبضوا على الجيش بتاعهم. بيقرر قائد الجيش إنه يسلم نفسه للحكومة وهو والجيش بتاعه، وبيطلب من زنزة والطفل اللي معاه إنهم يفضلوا ما يروحوش معاهم. وبعد فترة بيشوف زنزة القائد بتاعهم قاطعين رقبته وبيرجع تاني للواقع وقوته بترجع له وبيمسك سلاحه من تاني وبيتضايق زنزة جدا وبيهجم على هيتو تاني، واخيرا بيضربه ضربة بس برضه ما بتأثرش فيه. وبيستغل الخادم الفرصة دي وبيطلع المسدس التاني وبيضرب نار على هيتو، لكن هيتو بيتصدى الطلقة بسيفه وبيوجه الخادم مسدسه على كارو وميوجين وبيطلب من اخوه انه يكسر رجليهم، ولسه هيروح يمسك كارو ساعتها بيتعصب زنزة جدا وبيرمي سلاحه عليه وبيعوره في وشه وبيقول لهم ان انا قلت لكم ان ده قتالي ومش عايز حد يتدخل فيه. وبعدها بيضرب هيتو الخادم وبيعوره بس ما بيقتلوش وبيرجعوا يكملوا القتال اللي بينهم تاني، وبيستخدم زنزة سيفه وبيضربه ضربة قاضية، لكن هيتو بيتصداها ومش بس كده ده بيكسر السيف بتاعه كمان وبيطير فوق وبيضربه ضربة قوية، لكن زنزة بيصدها وبيفضل واقف مكانه وبيقول له هيتو انت كده كفايه عليك قوي، انت واقف بالعافيه اصلا. بس زنزة ما بيستسلمش ولسه مصمم انه يقتله، فبيتضايق هيتو جدا وبيضربه بالبوكس في وشه. واخيرا بيفهم زنزة ان هيتو مش الشخص اللي عايز يقتله وبيستسلم اخيرا. وتاني يوم بيروحوا المطعم تاني عشان ياكلوا، واول ما بيوصلوا بيلاقوا نفس الناس اللي اتخانقوا معاهم قبل كده وبيتخانقوا تاني مع زنزة وبيضربوهم، وبيقابلوا زنزة وبيستغربوا انه قادر يمشي بعد القتال ده كله، وبيقول لهم زنزة انا هراقبكم عشان اتاكد ان هيتو ده شخص مختلف. وتاني يوم بيروح زنزة ياكل سمك معاهم بس ما بيعجبوش السمك وبيقول لكارو انها ما بتعرفش تطبخ واكلها وحش خالص، فبتتضايق وبترميه باللي في ايديها، بس بيمسكها هيتو وبيصد ضربات كارو وبيدخل عليهم المأمور وهما بيتخانقوا وبيطلب من هيتو ان هو يهزم قطع الطرق اللي الشرطة مش عارفة تهزمه، وده قطع طريق بيقتل اي مسؤول حكومي في كل الامبراطورية، وسياف جامد بيقتل اي حد وبيكون مبسوط قوي وهو بيقتلهم. وبيقول لهم كمان من شهرين فاتوا قتل 34 واحد وعور 56 واحد كمان من الشرطة والحراس. فبتستغرب كارو ازاي قتل الضباط دول كلهم هم معاهم مسدسات، فبيقول لها المأمور انه قتل الضابط قبل حتى ما يمسك مسدساته. ولما سألنا الضباط قالوا انهم ما قدروش يتحركوا اصلا كأنهم صنم. وبيقول لهم هيتو دي تقنية اسمها تقنية شين، ودي تقنية انقرضت من زمان جدا وبتخلي الشخص اللي قتل ناس كتير قوي يتحكم في الدم. وبيرجع المأمور تاني وده شخص مهم في الحكومة وبيقول له انه جاب له حارس خارجي بره الشرطة علشان تحميه، لكن تاني ده بيتعصب عليه وبيقول له انا مش عايز حد يحميني سواء من بره او من الشرطة. بيشاور له على الحراس الكتير اللي وراه وبيقول له انا معايا الحراس بتوعي ودول اقوى حراس في المنطقة، وبيقول له كمان انا خرجت عايش من غابة السيوف والمسدسات في الحرب. وهو بيتكلم بيدخل عليهم هيتو واول ما بيشوفه بيتصدم وبيخاف وبيقول له انت بقيت راجل مهم واختلفت كتير من اخر مرة انقذتنا فيها من غابة السيوف لما كنا في الحرب. وكمان زنزة بيدخل عليه وبيقول له الحراس اللي انت بتقول عليهم اقوى حراس دول انا لوحدي هزمتهم اكتر من مرة. وفعلا اول ما الحراس بيشوفوه بيخافوا وبيتغير اسلوب تاني وبيبقى محترم اول ما بيشوف هيتو. وما بيكتفوش بس بالحراس دول، كمان بيخلوا جنود الشرطة يحرسوا البنت اللي معاه وهم قاعدين بيسمعوا صوت صويت من بره وبيفتحوا الشباك بيلاقوا كل الجنود مهزومين وبيقفوا كلهم قدام الباب، لكن القاتل بيدخل عليهم من الشباك وبيقتل واحد من الحراس وبيطلب تاني من الحراس انهم يهزموا القاتل، واللي هيهزمه هيديله فلوس كتير وكمان منصب كبير في الحكومة. فبتشجع الحراس وبيدخلوا على القاتل لكنه بيقتلهم واحد ورا التاني وبيقتلهم بسرعة كبيرة جدا بالسيف بتاعه. وبيدخل زنزة وبيقول لهم ابعدوا عنه مش هتعرفوا تقتلوه، لكن القاتل بيستخدم التقنية بتاعته وبيخلوهم ما يتحركوش، بس زنزة بيتحرك عادي وبيتصدم القاتل وهيتو بيهجم على القاتل ده وبيقطع الطاقية بتاعته والقاتل بيعوره في ايده برضه وبيستخدم القاتل تقنية ده على هيتو لكنه بيتصدى لقدرته فبيتصدم القاتل وبيقرر انه يقتل تاني وبيهجم عليه ولسه هيقتله بيتحرر زنزة من تقنية القاتل وبيمسك التمثال وبيكسر بيه سيف القاتل، بس القاتل ده ما بيستسلمش وبيخبط السيف المكسور في ايد زنزة وبيهجم عليه هيتو لكنه بيتفاداه وبيقول لهيتو انا غيرت هدفي وهرجع لك تاني وههزمك. والقاتل بيهرب وبيكون باين عليه انه مبسوط قوي وبيمشي هيتو وزنزة وبيطلب من زنزة انه يرجع المدرسة، وفعلا بيرجع المدرسة وبيلاقي كارو نايمة بره وبيحاول يصحيها واول ما بيصحيها بتضربه وبتتصدم لما بتلاقيش هيتو وبيعرفها زنزة انه راح عند النهر عشان يواجه القاتل لوحده، بس كارو بتتقرر انها تدور على هيتو وفعلا بتلاقيه وبتقعد معاه على النهر وبتديله رباط اللي بتربط بيه شعرها وبتقول له زي ما سلمتهولك تسلمهولي، ولسه هتمشي بيمسكها القاتل وبيخطفها وبيهرب وبيرمي لهيتو رسالة وبيقول له تعالى في المكان اللي مكتوب فيها، وبياخد القاتل كارو وبيحطها في قفص في الغابة علشان يخلي هيتو يتعصب عليه وينتقم منه. بيحكي لها من زمان لما كان بيواجه هيتو مع افضل ساموراي في الوقت ساعتها وان هيتو هزم زمايله في 3 ثواني وسابني اهرب وطلب مني اني ابلغ زمايلي لو حد قرب من جيوش الامبراطور هيقتله. وقتها كان قوي جدا ووجوده بس لوحده بيخوف، انما دلوقتي لا بقى ضعيف
خلاص. وبيظهر هيتو بيكون متضايق جدا وبيبدا القتال بينهم، وبيكون قتال شرس ومختلف عن كل القتالات اللي فاتت، علشان دي اول مره هيتو يتصاب في ايده وبيتضرب وبيقع على الارض. والقاتل بعدها بيضربه وبيقول له هيتو انه لسه ضعيف ولسه ما رجعش هيتو المخيف بتاع زمان، عشان كده قرر انه يعصبه اكتر عشان يرجع بتاع زمان، واستخدم تقنيته على كارو وخلاها ما تعرفش تتنفس حتى. وفعلا خطته بتنجح وبيتضايق هيتو قوي لدرجه انه اختفى، وفي لحظه ظهر عند القاتل وخبطه خبطه واحده وقع على الارض وخلاه ينزل دم من بقه. والقاتل ده هاجم هيتو، بس اول ما يقرب منه خاف من نظراته ورجع في كلامه تاني. بيستخدم القاتل تقنيه على نفسه علشان تزود قوته، بتخليه اقوى بكتير من الاول. بيجرب قوته دي على الصخره كبيره جدا وبيقطعها 50 حته، وبيستخدم هيتو سيفه من الناحيه الحاده، وبيقرر انه يستخدم كل قوته على القاتل ده، ودي اول مره يعملها. وبيهجم عليه القاتل وبيقول له انه لو اتفادى هجمته هيفوز بالقتال، وفعلا بيتفادى ضربته، لكن هيتو بيخبطه بظهر السيف وبيطيره بعيد، وبيرفع سيفه ولسه هيقتله عشان ينقذ كارو، لكن كارو بتعيط وبتحرر التقنيه بتاعتها وبتقول له ما تقتلوش وما ترجعش لهيتو القديم تاني. وفعلا ما بيقتلوش وبيجري على كارو ويمسكها، والقاتل ده بيقوم وبيمسك السيف بتاعه وبيقتل نفسه، بيقول له هيتو لو فضلت عايش هيحققوا معايا وهيعرفوا مين اللي طلب مني اقتل الناس. وبيعرف هيتو ان الزمان اللي هو فيه ما بيختلفش كتير عن الزمان بتاعه، ولسه في ناس عايزه تقتل مسؤولين في الحكومه والامبراطوريه. وبعدها بيمشوا ويرجعوا البيت، وهيتو بيدي ربطه الشعر لكارو بس بتكون مليانه دم، فبتتضايق عليه كارو وبتجري وراه. بيرجعوا المدرسه تاني كلهم، وبنرجع للمدرسه وبنشوف كارو وهي بتدور على هيتوكيري بس ما بتلاقيهوش، فبتفكر ان هو سافر وسابها، لكن ميوجن بيطمنها وبيقول لها ان الزنزه خدوا وراحوا يلعبوا قمار في المطعم. وفعلا بنشوف هيتو وزنزه وهم بيلعبوا قمار، وهيتو بيكسب القمار بتوقعاته الصح. وبنرجع نشوف البنت وهي بتهرب من الرجاله اللي بتجري وراها، وبتدخل المطعم اللي فيه هيتو. اول ما بتشوف هيتو بتترمي في حضنه وبتطلب منه انه ينقذها، وبيدخل الرجاله دول المطعم فبيضربهم زنزه عشان هو متضايق اصلا من ساعه ما عرف ان زمايله ماتوا من شرب المخدرات. وفي واحد من اللي ضربهم بيقول له لو ضربتنا كده كأن ضربت جيش بتاعنا كله، والجيش بتاعهم ده بيكون اسمه تاكيدا. وبنعرف ان تاكيدا ده رجل اعمال كبير، ومن كتر فلوسه عمل جيش كبير خاص بيه هو. هما بيتكلموا بيلاقوا واحد من جيش تاكيدا واقف وراهم، وفي راجلين رايحين يضربوه ويخرجوه من المحل، بس هو بيرمي عليهم مسامير حديد بايده وبيوقعهم كلهم على الارض، وبيرمي مسامير على البنت. بيدخل هيتو وبيرفع البتاع اللي قاعدين عليه عشان يصدوا المسامير، بس المسامير بتخرمها وبيتصدها بالسيف بتاعه، وكل ده في نفس الوقت. وبيجي عليه هو وزنزه وبيضربوه، وبتفرح البنت من قوتهم وبتطلب منهم انهم يحموها، لكن زنزه بيتعصب عليها وبيمسكها من ايديها، وبتوع المخدرات اللي صاحب زنزه مات بسببها. وبعدها بيرجعوا للمدرسه ومعاهم البنت، وبنعرف هنا ان اسم البنت دي تاكاني. وبنتفاجئ ان كارو لما بتلاقي بنت معاهم وبتتعصب عليهم اكتر لما بتعرف سبب وجودها، وبتطردهم كلهم بره المدرسه. وهم واقفين بره المدرسه بيجي صاحب زنزه وبيقول له في مشكله وبياخدهم وبيروحوا، وبيلاقوا الاثنين اللي من الجيش تاكيدا ميتين جنب النهر، والشرطه والناس كلهم متجمعين حواليهم وعاملين يتفرجوا. ومن الناس اللي بتتفرج دي بيكون موجود تاكيدا ومعاه زعيم الجيش اللي بيساعده والراجل اللي هيتو ضربه، وبيلاحظ هيتو وجودهم زي ما هم كمان بيلاحظوا وجوده. واول ما الراجل اللي ضربه بيشوفه لسه هيضربوا المسامير بتاعته، الزعيم بتاعه بيوقفه وبيطلب منهم اتنين كمان يساعدوه. وكمان بنعرف ان الزعيم كان مخلي واحد قريب يراقب هيتو، وفعلا راقبه وعرف المكان اللي بيعيش فيه. والبنت بتلاحظ وجود تاكيدا والزعيم كمان، وبالليل بيقعد يتكلم هيتو مع البنت وبيعرف منها كل المعلومات عن جيش تاكيدا. وكارو بتحاول تتجسس عليهم وتعرف هم بيتكلموا في ايه، بس زنزه بيقفشها وبيطمنها. وبعدها بيخرج هيتو وبيدي كل المعلومات اللي كتبها لزنزه علشان يشوفها، وبيطمن كارو ان هو هيحميها. وميجوين بيطلع لهم من تحت البيت وبيقول لهم انا فيها لخفيها. وهما بيتكلموا بيهجم عليهم راجل عملاق حتى، وبيقرر زنزه انه يهجم على العملاق ده علشان هو قوي في المواجهه الجسديه. وفعلا بيهجم عليه وبيخبطه ضربه جامده، لكن العملاق ده ما بيتاثرش باي حاجه وبيطلع نار من بقه وبيولع في زنزه، بس زنزه بيهرب من النار بتاعته وهدومه بس اللي بتولع. وبنشوف الراجل اللي اتضرب قبل كده وهو مستخبي في قلب الشجره، وهيتو بيستفز العملاق ده وبيواجهه، والعملاق بيهجم عليه بالنار. الصدمه بقى ان هيتو ده ما بيتفاداش النار، لا ده كمان بيقطعها بسيفه، وبيتصدم الكل من قوه سيفه. والبنت بتحاول تهرب لكن كارو بتوقفها، وهيتو بيصد كل النار اللي مع العملاق. ولسه هيتو هيهجم عليه زنزه بيوقفه بيقول له ده معركتي انا وانا اللي ههزمه. بيكون ساعتها العملاق شرب الزيت تاني وملا بطنه، وبيستخدم العملاق النار بتاعته تاني، بس المره دي زنزه بيدخل في قلب النار وبيطلع كيس الزيت من بقه، وبيهجم العملاق على زنزه ومفكر انه هيهزمه علشان ولع في ايده، بس على مين يابا، ده زنزه بيضربه بالرجل في رقبته وبيهزمه. واللي مستخبي في الشجره بيتعصب ولسه هيقتل البنت بالمسامير اللي معاه، بس ميوجين بينقذها والمسمار بيجي في ايده، وهيتو بيهجم عليه وبيضربه بس بينقذه واحد تاني من جيش تاكيدا. وهيتو بيهجم عليه لكنه بيتصدى ضربته وبياخد زمايله وبيهرب، وهيتو بيجري على ميوجين عشان ينقذه من السم اللي كان في المسمار اللي صد بايده. وبتقرر كارو انها تمص السم ده علشان تنقذه، لكن تاكاني بتمنعها وبتطلب منها شويه ادويه علشان تعالج بها ميوجين. وفعلا بيعالجوا ميوجين وباستخدام الادويه اللي معاهم، وبيعرفوا من الدكتور ان تاكاني دي كانت مساعده دكتور كبير، وهيتو بيلحق البنت قبل ما تهرب. وبنعرف ان تاكاني دي كانت
بنت دكتور مشهور قوي في البلد، والدكتور ده كان بيعالج اي شخص مريض سواء كان غني او فقير او راجل عادي او وزير. بسبب كده الناس اللي مركزها عالي كرهته عشان بيساوي بينهم وبين الناس العاديه، وبسبب كده ابوها خد عيلتها كلها ومشى بيها من هنا وراحوا يتعلموا الطب. ولما رجعوا ساعتها بدات حرب كبيره في البلد، وشارك في الحرب دي عيله تكاني سواء كانوا رجاله او بنات. وبعد ما الحرب خلصت الشرطه قبضت على العيله كلها، والعيله كلها ماتت في الحرب اصلا، والبنت الوحيده هي اللي عاشت. ومش بس كده، دي كمان سابت البلد وراحت بلد تانية واتعلمت عند دكتور كبير هناك، بس الدكتور ده مات من 3 سنين وسابها. وبنرجع تاني لتكاني وهي بتكمل بقيه القصه لهيتوكيري، وبتقول ان الدكتور اللي كانت بتتعلم معاه من 3 سنين كان بيتعامل مع تاكيدا وبيصنع له المخدرات كمان. بس تاكيدا طمع وكان عايز يخلي الدكتور يزود مفعول المخدرات عشان الناس يشتروا اكتر ويكسبوا فلوس اكتر بكتير، لكن الدكتور بيرفض ورجاله تاكيدا بيقتلوه بالغلط. وتكاني هي الوحيده اللي كانت عارفه طريقه عمل المخدرات، علشان كده خطفوها وغصبوها انها تشتغل معاهم. ولما عرفت ان المخدرات اللي معاها دي بتضر الناس مش بتنقذهم، حاولت تقتل نفسها اكتر من مره بس ما عرفتش. ساعتها هيتو بيفهم كل حاجه وبيقرر انه هيساعد تكاني، وبيطلب منها انها تقعد معاهم، وبيطلب من كارو انها تسيبها تقعد معاهم، وفعلا بتوافق تقعد معاهم بس بشرط انها ما تقربش من هيتو. وبنروح نشوف الراجل اللي هرب من هيتو وهو قاعد بيحكي للزعيم بتاعه عنه، وبيقول انه ده مش شخص عادي وقدر يصد ضرباته اللي ضربها له. ومش بس كده، ضرب كمان بالسيف بتاعه. وبنعرف كمان انه مش هيقدر يقاتل تاني لمده 3 ايام. والزعيم بيطلب منه انه يبحث عن اي معلومات تخص هيتوكيري، وبيقعد الزعيم يفكر في هيتو وبيشبهه عليه. وفي تاني يوم تكاني بتعمل لهم اكل حلو وبياكلوه كلهم وبيعجبهم قوي لدرجه انهم خلصوا كل الاكل. كارو وتكاني بيقعدوا يتخانقوا مع بعض كتير على مين هيشقط هيتو، وزنزا بيعدي عليهم بيقول لهم ان المخدرات انتشرت في البلد، وبيكون باين عليه ان هو متضايق قوي بسببهم وبيسيبهم وبيمشي. وبعد شويه تكاني بتروح تغسل هدوم وبيدخل عليها راجل عجوز بيبيع كتب، بس الراجل العجوز ده بيطلع واحد من جيش تاكيدا وبيكون متنكر، وبيقول لها انه عايزك تتكلمي معاه ولو ما رحتيش هرمي السم في الميه. وبتروح تكاكي وفعلا بتتكلم مع تاكيدا، وفعلا بتروح تتكلم معاه وبيهددها لو ما رجعتلهوش هيطلع بالجيش بتاعه وهيولع في المدرسه كلها باللي فيها. وبيقول لها كمان انت قدامك لنص الليل، لو ما رجعتيش هنولع فيك وفي المدرسه وفي كل اللي موجود. وبعدها بيسيبها وبيمشي، وبيكون زعيم جيشه مستنيه. وبنعرف منه ان تاكيدا عايز تكاني هي اللي ترجع بمزاجها بدل ما يدخلوا معركه مع هيتو بعد ما عرفوا انه القتل الاسطوري، علشان كده بيضغط عليها ترجع بمزاجها علشان هيتو ما يكونش عنده سبب انه يواجههم. وفعلا تكاني بتكون زعلانه ومش عارفه تعمل ايه، بتسيبهم وبتمشي فعلا وبتسيب رساله لهيتو. واول ما هيتو بيقرا الرساله دي بيعرف ان في حد من جيش تاكيدا هددها بحاجه، وبيطلب من زنزا انه يساعده في انقاذها، لكن زنزا بيرفض يساعدها علشان هي اللي بتصنع المخدرات اللي قتلت صحابه. وفعلا بنشوف تكاني وهي راجعه عند تاكيدا، وبنرجع لهيتو وهو بيقنع زنزا ان هو يساعده، بس هيتو بيمشي وبيروح يساعد تكاني. مش بس هو، حتى ميوجن الصغير بيروح معاه هو كمان، وزنزا بيتشجع هو كمان وبيروح معاهم، وبيروحوا كلهم يهجموا على القصر. والقصر بيكون مليان حراس كتير وبيدمروا البوابه الرئيسيه وبيهجموا على كل الحراس. وبنشوف تكاني وهي واقفه مع تاكيدا وبتطلع السكينه اللي معاها وبتضرب تاكيدا وبتعوره في ايده، ولسه هتقتله بالسكينه الزعيم بيدخل وبياخد منها السكينه وبيتضايق تاكيدا جدا وبيقعد يضرب فيها. وبنرجع لهيتو وهو بيضرب كل الحراس، مش هو لوحده، زنزا كمان بيضرب الحراس معاه. وفرقه المسدسات لسه هتضرب عليهم نار، هيتو بيضربهم كلهم بسرعه، وزنزا بيرمي ميوجن على واحد من اللي ماسكين مسدس وبياخد منه المسدس وبيظهر انه هيقتله بالمسدس، وراجل من كتر الخوف بيغمى عليه. وبقيه الحراس بيتحاصروا ميوجن، لكن هيتو وزنزا بيهزموهم كلهم. وتاكيدا اول ما بيشوفهم ما بيكونش مصدق اللي بيشوفه وما بيبقاش عارف يعمل ايه اصلا. وبيوصل هيتو لتاكيدا وبيقول له انزل انت كمان، بس تاكيدا ده بيقعد يضحك وبيحاول يضم هيتو للجيش بتاعه، لكن هيتو بيرفض كلامه. وتاكيدا بيوافقوا على كلامه وبيقول له انا هسيبها لك تمشي بس سيبني ساعه واحده بس اجهز نفسي. وتاكيدا بيكون مفكر انه هيعذب تكاني علشان تعرفه وصفه عمل المخدرات. وفعلا هيتو بيوافق على الكلام تاكيدا وبيمشي، بس قبل ما بيمشي بيقطع عمود النور نصين وبيقع على القصر بتاع تاكيدا، وبيطلب تاكيدا من الزعيم انه يستدعي جنود ويهزم هيتو. وتاكيدا بيقعد يتكلم كتير لدرجه انه بيعصب الزعيم، والزعيم بيشيله وبيهدده انه لو دخل في شؤون الجيش بتاعه هيقتله، وبعدها بيرميه على الارض وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بياخد تكاني وبيحبسها في مكان في القصر. واول ما بتصحى وبتعرف ان هيتو جاي ينقذها بتتصدم انها بعد ما هربت علشان تنقذهم رجعوا لها تاني، وبيدي السكينه بتاعتها وبيحبسها وبيسيبها وبيمشي. وبيرجع هيتو اللي معاه بعد ساعه، واول ما بيدخلوا القصر بيلاقوا الراجل اللي هرب منهم قبل كده واقف له، وبيستعد هيتو لمواجهته. وزنزا وميوجن بيقعدوا يتفرجوا عليهم، وبيجي من الراجل على هيتو بيضربوا كذا ضربه ورا بعض وبسرعه وبقوه كبيره جدا، وهيتو بيستعد تاني لمواجهته وبيقف وقفه جديده. والراجل بيتعصب وبيقول له لو ما عرفتش سر تقنيتي مش هتعرف تنفذها ولا تتفاداها. وبيجي على هيتو لكن هيتو بيتفادى ضربته، ومش بس كده ده كمان بيضربه بالسيف بتاعه. وفعلا هيتو بيعرف سر تقنيته. القناع اللي على الراجل ده
ده بيقع ووشه بيبان وبيبقى وشه عامل زي شكل الزومبي، وبنعرف ان هو بوظ وشه علشان هو جاسوس، ولما يجي يتنكر في شكل اي حد بيعرف يتنكر بسهوله، وبيطلع مخالب كبيره عامله زي السكاكين بس من القفاز اللي لابسه، وبيهجم على هيتو بالمخالب بتاعته، بس هيتو بيتصدى ليها وبيهزمه. وبنشوف تاكيدا وهو بيحاول يضحك على تاكاني علشان يهرب معاها، بس الزعيم بيكون قافل عليهم الباب، وتاكيدا مش عارف يدخل لها، بس هي ما بتصدقش ولا كلمه من كلامه وبتقول له اهرب لوحدك. بيتعصب عليها وبعدها بيسيبها وبيمشي. نرجع لهيتو وزانزا وهم داخلين الاوضه اللي بعدها. اول ما بيدخلوا بيلاقوا حراس ومعاهم سلسله كبيره، وبيهجم عليهم بيها وبيضربهم كمان ضربه قويه، بس المره دي زانزا بيصدها بجسمه، وبيطلب من هيتو انه يسبقه ويسيبه ويمشي ويسيب له الراجل ده وهو يتعامل معاه. وفعلا هيتو بياخد ميوجن ويمشي، وزانزا بيدوس على الكره اللي في السلسله، وزانزا بيهجم عليه بس الحارس بيربط ايده في السلسله، وبيقعدوا يضربوا في بعض بالبوكس، والحارس بيضرب زانزا كذا ضربه وبينفخه، لكن زانزا ما بيستسلمش وبيقوم له التاني وبيكسر السلسله، والحارس كمان بيشيل السلسله وبيضربوا بيها تاني، وبيبداوا هما الاثنين يضربوا في بعض ضرب جامد، والحارس بيكون قوي جدا وبينفخ زانزا حرفيا. والحارس برضه بيستعجب من قوه زانزا لانه رغم انه خسران بس مخلي جسمه يرتعش، وبيطلب منه ان هو ينضم للجيش بتاعه، لكن زانزا بيرفض طبعا، فبيتعصب الحارس وبيضرب زانزا، بس زانزا بتصدر الضربه بتاعته الاولى والثانيه كمان وضرباته اللي بالراس برضه، وبيتعصب زانزا اول لدرجه انه بيكسر صوابع الحارس وبيضربه ضربه واحده بس في دماغه وبتخليه يغمى عليه، وزانزا هو كمان بيتعب من القتال وبيقع على الارض. وبنرجع لهيتو وهو قاعد مع الزعيم، وبنشوف الزعيم وهو معاه سيف صغير شكله بيكون اكبر من السكينه بشويه، واول ما ميوجن بيشوفه بيفكر ان الزعيم ده بيستخف بقوه هيتو، لكن هيتو ما بيستخفش بيه، وبيكون عارف ان السيف الصغير ده سيء جدا وهيكون مشكله قدام هيتو، وبيهجم الزعيم على هيتو بيكون سريع جدا لدرجه ان هيتو بيتصدم من سرعته، والزعيم بيهاجم عليه مش بس بالسيف، لا ده بيضربه بالرجل كمان وبالبوكس كمان، يعني من الاخر بيضربه باي حاجه، وهيتو بيهجم عليه بس الزعيم بيتصدى كل ضرباته، وفجاه الضربات اللي الزعيم ضربها له بيظهر تاثيرها على هيتو بيقع على الارض، وكمان بيجيب دم من بقه، وهيتو بيقف تاني وبيواجه الزعيم تاني، وبنعرف ان الزعيم مش بيقاتل علشان تاكيدا، لا ده بيقاتل علشان اللي حصل من زمان لما كانوا في الحرب، والامبراطور اللي بيحاربوا علشانه سابهم وهرب هو والمسؤولين اللي معاه، ومش بس كده ده استسلم ومسلم بلده حتى من غير قتال. وبنعرف برضو ان هيتو كان من الفريق التاني اللي كان ضد الزعيم في الحرب، وهيتو بيهجم على الزعيم لكن الزعيم بيصد الضربه بتاعته، وبنرجع لتاكيدا وهو مش طايق نفسه وبيفكر في فكره كده ازاي يتخلص بيها من هيتو والزعيم كمان، وبيدخل عليه واحد من جيوشه وبيقول له هنعمل ايه في الاختبار ده، وساعتها بتيجي لتاكيدا فكره كبيره جدا، وبنرجع نكمل القتال تاني، وهيتو بيهجم على الزعيم بس الزعيم بيصد كل ضرباته وبيوقعه على الارض، وبنشوف هيتو وهو مش عارف يهزم الزعيم، والزعيم باين عليه انه قوي جدا، وهيتو برضه بيقوم تاني وما بيستسلمش، والزعيم بيهجم عليه لكنه بيتفادى ضربته، وهيتو بيمسك السيف من نصه وايده بتطلع دم وبيضرب الزعيم بالسيف، والزعيم بيهجم عليه وبيحول لكذا نسخه منه وبيهجم على هيتو، وهيتو بيهجم على النسخ وبيضربهم بس ما بيلاقيش الزعيم الحقيقي، والزعيم بيضرب هيتو ضربه جامده بسيفه وبيوقعه كمان على الارض، بس هيتو ما بيستسلمش برضه وبيقوم تاني يقف على رجله، والزعيم بيستخدم نفس الضربات وبيهجم عليه تاني، بس المره دي هيتو بيتصدر كل ضرباته ومش مره واحده ده مرتين، والسيف بتاع هيتو بيطير والزعيم بيضربه بالسيف بتاعه، بس هيتو بيتصدى السيف بتاعه بايده وبيمسكه وبيضرب بالسيف بتاعه في وشه، لكن الزعيم ما بيستسلمش برضه وبيضربه بيطيره، بس بعد الضربه دي بيغمى عليه يجي 10 ثواني كده وبيقوم تاني يقف على رجليه، وبيطلب من هيتو ان هو يضرب الضربه القاضيه بتاعته. هما بيتكلموا بيدخل عليهم تاكيدا وبيكون معاه مسدس رشاش عملاق وبيضرب نار عليهم بالرشاش، وكل اللي في القصر بيسمعوا صوت ضرب النار، وبنشوف زانزا هو طالع يشوف في ايه بيحصل بره، والحارس الاول اللي شبه الزومبي ده بيكون وراه بس يا دوبك بيمشي بالعافيه زي زانزا كده، والحارس التاني بيقوم برضه، الاتنين التانيين اللي اتهزموا في الاول سمعوا صوت ضرب النار، وبنرجع تاني لتاكيدا وهو شغال ضرب بالرشاش، وهيتو والزعيم بيجروا منه من الطلق، والزعيم بيقع على الارض، وبنعرف ان تاكيدا مجنون بالفلوس لدرجه انه عايز يموت الناس كلها علشان الفلوس، وبيدخل عليهم زانزا والحراس، وفي حارس منهم بيجري على الزعيم، وفي نفس الوقت هيتو بيجري عليه عشان يهرب، وساعتها تاكيدا بيحتار يضرب على مين ولا مين، وفي الاخر بيضرب على الزعيم، لكن الحارس بيقف قدام الزعيم وبيصد كل الطلق بجسمه وبيخرم جسمه حرفيا.